السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله فطار حلو قوي، سهل وسريع وما بياخدش اي وقت خالص. هنعمل فراخ بالبسلة في الفرن، حاجة كده حلوة قوي وهتبقى عندك ادمان. وكمان هنعمل جنبها رز بالشعرية، هيبقى حلو قوي معاها. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي. بس يا ريت لو اول مرة بتشوفوني تنزلوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. اول حاجة كده هعملها، هجيب معايا خضار، معايا بصل، معايا طماطم، معايا فلفل، معايا جزر متقطع مكعبات. عادي تقطعي الخضار اي تقطيعة انت حباها. ومعايا كمان بطاطساية واحدة بس مقطعاها مكعبات. ومعايا البسلة. البسلة دي انا جبتها ونضفتها وغسلتها وصفتها كويس قوي من المية. اول حاجة كده هبدأ بيها، هجيب معايا البصل بس هنزل بيه كده لوحده في الصينية اللي انا هعمل فيها. وبعد كده هجيب معايا التوابل بقى. بالنسبة للتوابل اللي انا استخدمتها، معايا فلفل اسود، ومعايا بابريكا، ومعايا 7 بهارات، ومعايا بهارات فراخ، ومعايا جنزبيل بودر، ومعايا مكعب من المرقة. انا استخدمت معلقة صغيرة من كل حاجة. وطبعا ما ننساش الملح، ومعايا ورقتين 2 من الورق اللورا. بعد كده هنزل بقى بايديا كده على البصل، هبدأ افرك في البصل بالتوابل لحد ما البصل يدبل خالص معايا. وبعد كده ينزل المية بتاعته كده مع التوابل، عشان هو ده اللي هيطعم معايا صينية البسلة بتاعتي. هبدأ كده افرك فيهم كويس لحد ما يدبل خالص معايا. انا عايزاه يطلع النكهة كلها اللي فيه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. خلاص كده تمام. هنزل بقى بالخضار الباقي معايا، هنزل بالبسلة والفلفل والطماطم والبطاطس، هكون مصفياها بس كويس من المية. وابدأ كده اقلبهم كويس، وهنزل كمان على طول معاهم بالبسلة. تمام. اديهم بقى تقليبة كده كويسة. ريحة بقى التوابل طلعت مع الخضار، ريحته كده ما شاء الله جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى انزل عليهم بلتر كده من عصير الطماطم، مش متصفية، انا ضربتها بس في الخلاط وما تصفتهاش. ومعايا معلقة كبيرة من الخل، دي هتساعد على ان هي تسوي الفراخ بتاعتي وما يكونش فيها اي ريحة زفارة، وكمان بتطر الانسجة بتاعت الفراخ. هبدأ اقلب كل ده كده كويس قوي عشان الملح يختلط والتوابل في بعضه، وبعد كده هركنها بقى على جنب. بعد كده بقى هبدأ اجيب الفراخ بتاعتي. طبعا انا جبتها وغسلتها كويس قوي وبعدين نقعتها في مية بليمون وجنزبيل بودر، ما بيخليش ليها ريحة اي زفارة نهائي. وبعد كده بقى شطفتها كويس قوي وصفتها. وببدأ اعمل بقى فيها كده فتحات بالسكينة. تقدري تستخدميها بفراخ كاملة او تعمليها بأجنحة، حسب الموجود والمتوفر عندك. انا النهاردة عملتها بالاوراق. هبدأ بقى اجيب الصينية الحلوة الجميلة اللي انا عملتها دي بتاعة الخضار، وهبدأ بقى اضيف الفراخ. هبدأ كده ادخل التتبيلة بالخضار كده في الفتحات اللي انا عملتها زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو هرجع كده ادخل تاني من تحت الجلد، اعمل كمان نفس الطريقة. ادخل في الفتحات كويس قوي علشان الفراخ تشرب من التتبيلة. وبعد ما بخلص وبحط التتبيلة بمسك كده الورك بضمه على بعضه علشان ما يبقاش شكله مفتوح بعد السوا، بيبقى كده ملموم وشكله حلو زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ادخل من تحت الجلد وفي الفتحات عشان تتبل كويس قوي. ويا ريت بقى لو تسيبيها مثلا نص ساعة كده قبل ما تدخليها الفرن، هتكون شربت من التتبيلة كويس قوي. بس لو ما عندكيش وقت عادي خلصيها وهتبقى برضو حلو قوي زي ما انتوا شايفين. حط من تحت الجلد وفي الفتحات كده تمام قوي. بعد كده بقى في المرحلة دي بعد ما خلصت، هبدأ كده انزل برشة بسيطة خالص كده خفيفة من على الوش بالزيت، عشان الزيت ده بيدي لها لمعة حلوة قوي بعد التسوية. وزي ما انتوا شايفين كده بالظبط، هدخلها بقى على فرن سخن على أرضية الفرن شغال من تحت بس، وهسيبها تستوي خالص مع نفسها.
وبعد بقى ما تستوي خالص لو حسيت ان هي لسه محتاجة لون هفتح عليها الشواية شوية تاخد لون. هبدأ بقى اعمل الرز بالشعرية. هجيب حلة على النار واحط فيها كده معلقة من السمنة وتلات اربع معالق كده من الزيت، واول ما يسخنوا هنزل عليهم بنص كيس كده من الشعرية. هبدأ اقلب فيها بقى كويس قوي لحد ما تاخد معايا اللون اللي هو الدهبي الفاتح، مش عايزة اغمق عشان لما بتغمق الشعرية بيكون الرز طعمه مش حلو والشكل نفسه العام ما بيبقاش حلو. زي ما انتوا شايفين كده اول ما تاخد اللون الجميل ده هبدأ انزل بقى عليها بالرز، بكون غسلاه كويس قوي ومصفياه تماما من المية. هبدأ بقى اقلب فيه كويس قوي وهنشف الرز. اي رز بتعمليه شوحيه على النار كويس لحد ما تنشفيه، ده بيطلع الرز معاكي بعد كده مفلفل وما بيكونش معجن ابدا. هبدأ بقى اشوح فيه كده كويس لحد ما المية تنشف منه تماما ويسخن الرز نفسه يسخن. بعد بقى ما سخن معايا الرز كويس قوي هبدأ انزل بقى بورقتين كده من اللورة، ده بيديله نكهة حلوة قوي. وبعد كده هنزل بالملح ومعايا مكعب من المرقة. هبدأ بس كده اديهم تقليبة كده مع الرز بعد ما شوحته، وبعد كده هنزل عليهم على طول بمية مغلية. الرز عشان يكون مفلفل معاكي اول حاجة تشوحيه كويس قوي على النار لحد ما ينشف معاكي، وبعد كده تنزلي عليه بمية سخنة بتغلي، ما تحطلهوش مية ساقعة. ده هيخلي الرز يطلع معاكي النتيجة بتاعته حلوة قوي ومفلفل معاكي. بعد كده بقى هديه اول ما هيغلي بقى كده معايا هوطي عليه واغطي عليه بقى زي ما انتوا شايفين كده، وهوطي عليه خالص هدي عليه النار كده زي الشمعة وهسيبه يستوي خالص براحته. زي ما انتوا شايفين الفراخ خرجت معايا من الفرن، سبتها تستوي خالص براحتها. قعدت معايا حوالي ساعة والفرن شغال من تحت بس، وفي اخر 10 دقايق شغلت عليها الشواية خدت اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. بعدين خرجتها على طول. زي ما انتوا شايفين الخضار حاجة كده تهبل بجد، طعمها تحفة قوي وهتعجبكم، ولو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها. وزي ما انتوا شايفين برضو الرز بالشعرية طالع حلو قوي ومفلفل، حاجة كده ما شاء الله. وكمان عملت جنبها سلطة خضراء، مش محتاجة حاجة تاني جنبها. يلا بقى جربوها بطريقتي وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير. مع السلامة.